قال لك اودي حنا مشينا ودمرنا العشب نتاع البليده. انا ما عمرني مشيت للجزائر شخصيا، مشيت في اخر مره ملي لعب الفريق الوطني المغربي مع السعموته تما ودرنا 0-0. هذه يمكن اقصائيات نتاع الشان اللي دازت في الكاميرون. قال لك يا ودي ما عرفتش شنو تنأثروا على المعنويات بالماضي ولا ما عرفتش. انا بالماضي ما عمرني تلقيته في حياتي كاع. لم التقي بالماضي ولم اتصل بالماضي في يوم من الايام. إلا كنا اليوم بغينا نديرو تقييم للتحكيم الافريقي ونديرو ونوضعوا الامور ونخضعوها للنقاش ما عندي حتى اشكال، ولكن نفتحوا النقاش ونشوفوا شكون اللي هذه 20 سنه هو تيستفد بالالقاب سواء القاريه او يعني نتاع الانديه، لانني لا اعتقد بانه شي جامعه كتسخر ولا كتشتغل في الكواليس نتاع التحكيم باش انها تخسر. انا اللي في علمي انه اللي ربحوا ماشي هما المغرب. هذه 20 سنه ما هو لا الفريق الوطني في مختلف الفئات السنيه ولا الانديه الوطنيه. بعد مجهود كبير هذه 5 سنوات تنحاولوا اننا الفرق الوطنيه ترجع للصعيد القاري والفريق الوطني الف يرجع للصعيد القاري. نجحنا الى حدود معينه ولكن راه مازال الشيء الكبير. والا بغينا نذكروا هذه 20 سنه نشوفوا شكون اللي ترأس لجنه التحكيم، وانا نقول لك شكون اللي ترأسها اليوم يترأسها السي وبيري من جيبوتي، قبل ترأسها السي طارق بوشماوي من تونس، وقبل ترأسها الإخوان المصريين. وهذا دون الخوض والحديث عن الناس الذين يشتغلون داخل كل الأجهزة المدبرة لكرة القدم الأفريقية.